ازاي نعمل طبق كشري من غير مكوناته وما تعجن. حلقه جديده ومطبخ رجاله. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من مطبخ رجاله، احلى اكل في مصر. النهارده هنتكلم عن الكشري، والكشري احنا هنتكلم في ازاي نعمل هذا الطبق المليء بالنشويات ومكونات بحيث ان هو ما يعجنش. والحقيقه المرجع معايا في هذه الحلقه هي السيده فاطمه كشري، زوجة المعلم عبد الغفور البرعي، من مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. الحقيقة فكرة كده، هي اتكلمت وهي بتعمل الكشري ازاي وبتاع، كان آخر إفيه تقريبا في المسلسل. الكشري رز، مكرونة، عدس، حمص، دقة، صلصة، ورد اللي هو البصل المحمر. كل دي حاجات هي مكونات طبق الكشري المصري حاليا، هو الطبق الشعبي. وزي ما قلنا ان في فرق ما بين طبق اصلي وطبق شعبي. في الاطباق الاصليه مصر هي الملوخيه، هي دي الاكله الاصليه المصريه الموثقه. اي حاجه تانية قد تكون غير مصريه وشعبيه واكثر انتشارا وحاجات كتير قوي كده. طب نعمل ايه عشان نعمل طبق كشري لذيذ؟ اول حاجه المكرونه، زي ما قلنا كذا مره. المكرونه بنغلي الميه وبنحط فيها المكرونه ونسيبها تغلي 5 دقايق متغطيه، وبعد 5 دقايق نرفع الحله ونركنها على جنب متغطيه زي ما هي، ونسيبها تكمل التسويه بسخونه الميه بتاعتها. ده بيخلي المكرونه تنفش كده زي بتاعه المطاعم. الرز بينزل على الزيت واحده واحده، يتفلفل شويه بشويه لغايه ما يحصل نوع من ان هو يبقى يعني عامل زي الخرز كده، وبنركنه على جنب. الحمص، العدس بيتنقعوا 6 ساعات 7 ساعات زي ما تنقعوهم زي ما انتوا عايزين، ويتغير عليهم الميه، وبعد كده بتحطوا يتسلقوا. اهم حاجه في طبق الكشري ان هذه المكونات لا توصل للسوى الكامل، يبقى في سنه ني كده. تدوس على حبه العدس تلاقيها بتقرمش، على الحمص يبقى بيقرمش، الرز سنه برضو ياخد طقه كده. المكرونه ما توصلش للسوى الكامل. ليه بقى؟ لان في النهايه خالص بعد ما بتحط كل هذه المكونات على بعض بتحط عليها الصلصه السخنه، ودي بتكمل التسويه. فلو انت عملنا او انت عملتي ايه كل المكونات دي مستويه سوى كامل، مجرد ما تبدا تنزل الصلصه السخنه تبدأ تزيد في التسوية، وتبقى تسوية زيادة تقلب الطبق، تلاقي الطبق شوية عجينة كده ترمي، يعني لو عملتهم كورتهم كده وترميتهم هيبقوا عاملين زي الكورة. وبالتالي عدم تسوية كل المكونات ده شيء أساسي في طبق الكشري عشان يطلع كشري زي كشري المطاعم. الصلصة هي نفس زي انتوا ما بتعملوا كده، بس السكر المكرمل يتضاف شوية على الصلصة يديها فرق كبير جدا في الطعم. البصل لما يتحمر في زيت غزير عشان يستوي ويقرمش مع بعضه، وينزل على زيت سخن. في ايه تاني في المكونات؟ الدقة، يعني توم وخل، دي بقى ايه حسب الذوق. وطبعا كل واحد في الشعب المصري ليه مزاج في ان طبق الكشري مكوناته بمقادير بشكل معين. في ناس ما بتحبش الحمص، ناس ما بتحبش العدس، ناس بتحب المكرونه تبقى قليله، ناس بتحب الرز تبقى قليل. كل دي عادات في اكل الكشري، ولكن اساس عمل الكشري في البيت هي السيده فاطمه كشري، زوجة الحاج عبد الغفور البرعي، لما قالت لنا ما تسووش كل حاجه وسيبوا جزء للتسويه الموضوع لما يتخلط على بعض. دي كانت حلقتنا من مطبخ رجاله. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لهنا تصلوا على رسول الله، وتدونا كده ايه لايك، وتدونا شويه تعليقات، وقولوا لنا ايه رايكم في الحلقه. واشوفكم حلقه جديده. السلام عليكم.